تعادل الزمالك والمصري 0-0 في الدوري المصري. ماتش كان قوي من ناحية الفريقين. طلعنا بيه الأفضل نتيجة لنا إحنا. أفضل نتيجة في الماتش إن هي 0-0 وخلص الماتش خلص 0-0. طبعا الزمالك بيقف رصيده في النقاط عن 39 نقطة. عطلوه شوية هيعطلوه وده يريح لنا بحيث إن إحنا أصلا يعني صعب إن إحنا ناخد الدوري، هو مش مستحيل بس صعب. فأنت كده يعني هتاخد المركز التاني في موسم استثنائي، موسم عك، موسم زفت بالنسبة لنا. طبعا احنا ما تعودناش ان احنا نكون المركز التاني، بس يلا الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل واللي حصل. ايه المطلوب من الاهلي الفترة الجاية؟ المطلوب من الاهلي ياخد كل ماتشات الدوري ماتشات كاس. انت ما ينفعش تطلع لا متعادل لا خسران. انت لازم تفوز في كل الماتشات الجاية. تاخد كل الماتشات اللي جاية ماتشات فوز، ماتشات مكسب. انت ما ينفعش اي ماتش تخسره، ما ينفعش اي ماتش تتعادل، بحيث ربنا يكرم وبيراميدز اللي ما بيوقعش خالص ولا بيتعادل حتى يقع له ماتش ولا ماتشين، وساعتها هيفرق معانا احنا وممكن نكسب الدوري. هو زي ما قلنا انه مش صعب، هو مش مستحيل، هو صعب. فنركز كده يا جماعه، نفوق. تعادل الزمالك النهارده جه لمصلحتنا. الزمالك بدأ ينقط اهوت، وكالعادته ان هو بيحب يلعب في الكونفدراليه اصلا. ف بعيدا عن الزمالك فاحنا خلينا في فريقنا. عايزين نركز الفترة الجاية، مش عايزين أي حاجة تضيع مننا ولا أي نقطة. بالنسبة للفترة الجاية برضو احنا قبل كأس العالم للأندية محتاجين على الأقل مدافعين مع رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأشرف داري، وباك شمال قوي، وباك شمال قوي عشان انت هتمشي علي معلول مش هيجدد له، وفي نفس الوقت يحيى عطية الله خلاص كده مش هيجدد له. فمش قدام، ما قدامكش غير الدبيس. فمحتاجين مع مدافع قوي. فركزوا معانا كده يا جماعة وربنا يستر الفترة الجاية. سلام.